فاكرين مشاهد نيلي وجوزها في لام شمسية؟ كل ما يحاولوا يتكلموا الموضوع بيولع خناقة. طب ليه ده بيحصل؟ وازاي نتفادى ان الحوار يتحول لحرب؟ خصوصا لو ولادنا موجودين. تعالوا نشوف. لما نهدى نفكر احسن. الخناقة بتحصل لما كل واحد بيحاول يثبت وجهة نظره. خدوا دقيقة اتنفسوا فيها، ولو لقيتوا الحوار سخن قوي وقفوا وكملوا بعدين. اتكلموا عن مشاعركم مش عن اتهاماتكم. بدل ما دايما بتقول انت دايما بتعمل كذا، جربوا تقولوا انا بحس بكذا لما ده بيحصل. فرق بسيط بس بيخلي التاني يسمع بدل ما يدافع عن نفسه. لو الأطفال موجودين لازم يكون في كنترول، مش لازم نخليهم يسمعوا تفاصيل المشاكل. ولو حصل وشافونا متوترين ممكن نشرح لهم بعدها بطريقة تبسط الأمور وما تخوفهمش. فريق واحد مش أعداء. فكروا في الهدف من الحوار، مش مين اللي هيكسب، بل إزاي نوصل لحل يريحنا إحنا الاتنين. لما الفكرة دي تكون في دماغنا الحوار بيبقى أسهل بكتير. الخلافات طبيعية، لكن طريقة إدارتها هي اللي بتفرق. جربوا تطبقوا الحاجات دي وقولولي إيه أكتر موقف حسيتوا إن الحوار كان هيولع فيه.